لو انت صانع محتوى ومتعرفش الموقع ده ففايتك كتير قوي، لان الموقع ده هيكتب لك سكريبتات وافكار جاهزه للمحتوى بتاعك، وهيكتب لك ايميلات للعملاء بتوعك. ده غير كده انه هيكتب لك الكي ووردز بتاعت الفيديوهات بتاعت قناتك، وكمان هيحسن جدا من ظهور قناتك في البحث. ده غير انه هيكتب لك افكار ودعايه للمنتج بتاعك وحاجات كتيره جدا تقدر تعملها من الموقع ده اللي بيشتغل كله من خلال الذكاء الاصطناعي. يا مساء النور والسعادة، عاملين ايه؟ معكم احمد تكاوي في فيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن اول موقع عربي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وهو عربي AI، واللي هيساعدك جدا في صناعة المحتوى والكتابة. فبدون كلام كتير، لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناة انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. اول بقى ما تفتح الموقع هتلاقي قدامك الاقسام دي كلها، ولكن اللي هيهمنا النهارده وهو قسم الكتاب. ولو عايز تشوف شرح لباقي الاقسام هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن. المهم اول ما ندخل على قسم الكتاب هنلاقي قدامنا 6 اقسام، والقسم الاول منهم وهو قسم الايميلات والرسائل، واللي من خلال القسم ده هتقدر تكتب اي ايميل او رسائل انت عايزها، زي انك تكتب بريد الكتروني او بريد تعريفي، او انك تكتب رسائل تهنئه او رسائل واتساب. كل اللي عليك بس انك هتختار نوع الرساله او الايميل وهتدوس عليه، وهتبدا انك تملى البيانات، وبعد كده الموقع تلقائيا من خلال الذكاء الاصطناعي هيكتب لك الرساله او الايميل بكل احترافيه. اما بقى القسم الثاني في الموقع وهو كتابه المحتوى للشركات، والقسم ده حرفيا هيكون مهم جدا لاصحاب الشركات، لانك من خلاله هتكون قادر انك تعمل خطط تسويقيه للمنتجات بتاعتك. وكمان مثلا لو عندك منتج ومش عارف تسميه، الموقع هيعمل لك ده، او تقدر تعمل اسئله انترفيو منه، او انك تصمم مهام وخطط للشركه بتاعتك. وحرفيا كل اللي هتحتاجه للشركه بتاعتك من محتوى هتقدر تعمله من خلال القسم ده. كل اللي عليك بس انك هتختار نوع المحتوى اللي انت عايزه والموقع هيكتبه لك على طول. اما بقى القسم الثالث في الموقع وهو قسم النصوص، والقسم ده هيكون مهم جدا ليك لو انت من اصحاب المدونات، لانك هتقدر منه تكتب محتوى للمدونه او مقدمه للمدونه بتاعتك، او تعيد صياغه اي كلام، او تعمل تلخيص للكتب وغيرهم من محتوى خاص بالمدونات. اما بقى القسم الرابع وهو قسم منصات التواصل الاجتماعي، وده حرفيا من اهم الاقسام لصناع المحتوى، لانك من خلاله هتقدر تكتب سكريبتات وتجيب افكار فيديوهات لجميع المنصات بتاعتك، زي فيديوهات التيك توك، او كتابه منشور للفيسبوك، او تغريده للتويتر. وحرفيا جميع منصات التواصل الاجتماعي موجوده على الموقع. وحرفيا القسم ده هيساعدك جدا انك تجيب افكار او تكتب سكريبتات لا نهائيه لمنصات السوشيال ميديا بتاعتك. اما القسم الخامس معانا وهو كتابه كلمات البحث، لان القسم ده هيكتب لك الكي ووردز للفيديوهات او المدونه بتاعتك. ده غير ان انت كمان هتقدر تظبط السيو الخاص بالمدونه او القناه بتاعتك من خلال الموقع ده. اما بقى القسم السادس والاخير معانا وهو كتابه الاعلانات، والقسم ده حرفيا هيكون مفيد جدا ليك لو انت شغال في الماركتنج، لانك من خلاله هتقدر تخلي الموقع يكتب لك وصف للاعلان بتاعك او عنوان، او انك تجيب افكار للاعلانات اللي انت عايز تعملها. وحرفيا الموقع فيه اكتر من قسم متخصص للاعلانات، زي انك تقدر تخليه يعمل لك اعلانات للفيسبوك او جوجل وغيرهم من منصات السوشيال ميديا. وبس كده يا شباب، ده كان شرح كامل لقسم الكتاب في موقع عربي AI. ولو عايزين بقى تشوفوا شرح لبقيه الاقسام اللي موجوده في الموقع هتلاقوه في الديسكريبشن. وبس كده يا شباب، لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل لايك جميل زيك للفيديو ده. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.